تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج معا ننهض، وحلقة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون تحت عنوان هدية العشر الأواخر. والعشر الأواخر من أيام الله سبحانه وتعالى الفاضلة، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله جل جلاله له الخلق وله الأمر، له الخلق وله التشريع، وكل ذلك بحكمة من الله عز وجل وعلم. فحكمة الله وعلمه سبحانه وتعالى اقتضيا أن يخلق خلقا وأن يختار ويفاضل بينهم. في عوالم الإنسان الله سبحانه وتعالى اصطفى من خلقه من الملائكة رسلا ومن الناس، وهذا من اصطفاء الله واختياره، وهذا من المنن والمنح الإلهية التي قد لا يكون للإنسان فيها دخل مباشر، ولكنها تجري ضمن أقدار الله وسننه في خلقه جل جلاله. فيقول الله سبحانه وتعالى أنه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال أيضا، وهذا التفاضل طبعا في الملائكة واضح، فهنالك جبريل وهنالك ميكائيل وهنالك إسرافيل وغيرهم، على كل واحد من هؤلاء الملائكة مكلف بشيء معين، وهنالك نوع من الملائكة مكلفون بالتسبيح والتهليل والتحميد، حيث أنه لا يوجد في سماواته سبحانه وتعالى من شبر إلا ولله فيه ملك راكع أو ساجد. وكما قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، يعني من كثرة الملائكة وكثرة الذين يسجدون لله ويسبحون لله ويحمدون الله. فالله عز وجل فاضل وجعل الملائكة يتفاضلون، وجعل من بينهم رسل وكذلك من الناس. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في عالم الناس: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فهذا النوع من المفاضلة والاصطفاء الإلهي يندرج تحت حكمته سبحانه وتعالى في هذا الاصطفاء الذي لا نعرف، نقر بأن لله فيه حكمة، وقد نتعرف عليها وقد لا نتعرف. على كل هي لله في ذلك حكمة. فحكمة الله اقتضت مثلا أن تكون الرسالات السماوية، الرسل الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى محصورين في ذرية معينة، ذرية نوح وذرية إبراهيم عليه السلام. قد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فالله سبحانه وتعالى جعل مسألة الكتاب، مسألة النبوة، محصورة في ذرية إبراهيم وذرية نوح عليه السلام، وهذا من تفضيل الله واصطفائه. كما جعل كذلك من سلالة إبراهيم عليه السلام اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث: واصطفاني من بني هاشم واصطفاني من قريش. وهكذا. فاصطفاء الله سبحانه وتعالى واختيار الله عز وجل يشتمل عوالم الإنسان وعوالم الملائكة، كذلك يشتمل على عوالم الأمكنة. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق الأرض هذه البسيطة وفاضل بينها. فهنالك مثلا من المفاضلة في الأرض المباركة، جعل الله سبحانه وتعالى الأرض الحرام وهي مكة المكرمة جعلها أفضل البقاع عند الله سبحانه وتعالى، وجعل الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة،
ثم جعل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. وهذا مما يندرج في مسألة الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكذلك من المفاضلة في الأرض أن الله سبحانه وتعالى اختص بعض الديار، بعض الأرض بأوصاف معينة وبخصائص معينة، كما اختص الله سبحانه وتعالى أرض الشام. هذه الأرض المباركة أرض النبوات وأرض الرسالات وأرض الصراع الحضاري بشكل عام كله يقع في هذه المنطقة المباركة، وأرض الملاحم، والتي هي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الطائفة المنصورة والجهاد العظيم في هذه البقعة. وخص كذلك أرض اليمن بأن جعلها الحكمة يمانية والإيمان يماني، فاختص الله سبحانه وتعالى تلك الأرض. واختص كذلك أرض الحبشة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أرض صدق، اختص أرض الحبشة بالصدق. فعلى كل الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ويجعل هنالك خصائص في البيئات، وهذه البيئات فيها على الأقل تفضيل من مكان إلى آخر. كما أن هنالك يعني أفضل البقاع على الأرض هي المساجد، وشر البقاع في الأرض هي الأسواق، وهكذا. أيضا نلاحظ في عوالم الأزمنة الله سبحانه وتعالى يخلق ويختار. فالله سبحانه وتعالى الزمن من حيث هو ساعات ودقائق وثواني واحد، يعني ليس هنالك تفاضل، فالساعة 60 دقيقة والدقيقة مثلا 60 ثانية وهكذا. يعني من حيث الزمن هو شيء واحد، تعاقب الليل والنهار ووفقا لحركة الشمس مع الأرض، فتترتب عليها الأيام والليالي والساعات والدقائق والثواني. ليس هنالك تفاوت في هذا الجانب، ولكن فيما يجعل الله في هذه الأوقات ما يجعله من تفضيل فيها من حيث قيام الإنسان بأعمال في هذه الأوقات، هذا هو أيضا يدخل تحت وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاختار الله سبحانه وتعالى مثلا يوم عرفة كأعظم يوم في العام، وجعله سبحانه وتعالى هو يوم الحج الأكبر، هو الذي فيه فريضة الحج. وجعل الله سبحانه وتعالى هنالك شهر كامل وهو شهر رمضان، هو أفضل الشهور على الإطلاق في السنة كاملة. وجعل هنالك يوما في الأسبوع وهو يوم الجمعة، فجعله الله سبحانه وتعالى يوما فاضلا. واختص الله سبحانه وتعالى بيوم الجمعة هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اليوم الذي خلق فيه آدم، وهو اليوم الذي أيضا يبعث فيه أو تبعث فيه الخلائق، وتكون فيه أيضا يوم القيامة. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا اليوم أيضا له خصائص. كذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل مثلا العشر الأوائل من ذي الحجة من الأيام التي يعني من الأيام الفاضلة تتفاوت فيها العبادة بشكل كبير، وهي من أفضل الأيام على مستوى اليوم نهارا. وجعل سبحانه وتعالى هنالك أيضا على مستوى الليالي، فهنالك العشر الأواخر من شهر رمضان جعله الله سبحانه وتعالى من أفضل أيام السنة. فأفضل أيام السنة كليالي هي العشر الأواخر التي نحن فيها هذه الأيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يوفق فيها. أيضا على مستوى الأيام فإن العشر الأوائل من ذي الحجة هي الأفضل على مدار العام، وفيها من العبادات ما يمكن إن شاء الله أن يرتقي به الإنسان. فالشاهد من كل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخلق ويختار ويصطفي ويجعل هنالك أيام فاضلة. فخلاصة ما نريد أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر اختص الله سبحانه وتعالى هذه الأيام بجملة من الفضائل وجملة من الأعمال. ولعل الهدية التي نريد أن نقولها في هذه الأيام من أعظم ما فيها، والهدية المخبأة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لهذه الأمة المباركة، هذه الأمة الخاتمة التي ختمت بالأمم، هي ليلة القدر. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الليلة المباركة جعلها من أفضل الليالي ومن خير الأيام ومن خير الليالي، وأن العمل فيها من أفضل الأعمال. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك هنالك 3 محطات نوه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هنالك مجموعة من الهدايا في هذا الشهر المبارك، في صيامه وفي قيامه وفي تلمس ليلة القدر فيه. هذه الهدية المباركة إن شاء الله هي التي سنحاول في هذا اليوم في هذه الحلقة أن نتناول باختصار موضوع ليلة القدر،
وفضل هذه الليلة المباركة وتوقيتها إن كان هنالك من توقيت محدد يمكن الإشارة إليه، وكذلك الأعمال المطلوبة في هذه الليلة المباركة. ونحن بشكل عام نستصحب هنا العشر الأواخر كلها إن شاء الله في محاولة أن نكسب ونستفيد وأن نعمر بإذن الله سبحانه وتعالى أوقاتنا في هذه الأيام المباركة. يبقى هنالك نبتدئ بسؤال: هل فعلا ليلة القدر ثابتة وليست هنالك محل خلاف وهي قطعية الثبوت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم ليست هنالك ما يمكن أن نسميه ليلة القدر؟ فنقول بإذن الله سبحانه وتعالى بأن ليلة القدر هي من الليالي العظيمة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت كذلك ثبوتها بإجماع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي ثابتة من حيث الثبوت بكتاب الله، ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابتة كذلك بإجماع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس هنالك خلاف بأن هنالك ليلة تسمى ليلة القدر، وهذه الليلة ليلة مباركة والعمل فيها من أفضل الأعمال، هذا ليس محل خلاف. فورد في كتاب الله سبحانه وتعالى 3 إشارات في كتاب الله أو 3 آيات في كتاب الله تشير إلى هذه الليلة وثبوتها وأفضليتها. أول شيء يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأثبت الله سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب العزيز وأن هذا القرآن نزل في شهر، هو شهر رمضان، أنزل في شهر رمضان. إذا نحن الآن أمامنا قضية كلية، وهو أن الله أنزل هذا الكتاب في شهر يسمى شهر رمضان، لأن سيتأتي الآيات الأخرى لتخصص هذا العموم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الشهر الذي هو شهر رمضان هنالك يوم في هذا الشهر تم فيه بالتحديد نزول هذا القرآن. نجد ذلك في سورة الدخان، يقول الله سبحانه وتعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إذن هذه الآية حددت بالضبط في رمضان في أي يوم في أي ليلة، هو في ليلة اسمها الليلة المباركة، الليلة المباركة. إذن ليس في عموم شهر رمضان، ولكن في ليلة من هذه الليالي أو في ليلة محددة من شهر رمضان، وهي ليلة سماها الله سبحانه وتعالى الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن انتقلنا من الشهر إلى اليوم أو إلى الليلة، وهذه الليلة غير محددة بالتحديد، لكن واضح الآن أننا انتقلنا إلى ليلة، وليلة عموم الشهر، فنزل القرآن الكريم في ليلة. وسنأتي إن شاء الله قضية الإنزال وكيف نفهمه، مسألة نزول القرآن الكريم. لكن دعونا الآن نقول بأن هنالك ليلة أنزل فيها القرآن، خصصت بشكل أوضح كذلك هذه الليلة في سورة القدر. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. فالله سبحانه وتعالى أشار كذلك إلى هذه الليلة وأنها إحدى ليالي رمضان. إذا ثابتة. دعونا الآن بعيدا عن توقيتها سنأتي إليه أن ثبوت هذه الليلة في كتاب الله وارد من خلال الآية الأولى في سورة البقرة، نزول القرآن الكريم في شهر رمضان، ثم تحديد أن هنالك ليلة نزل فيها هذا القرآن هي الليلة المباركة. هذه الليلة اسمها في كتاب الله ليلة القدر. إذا نحن أثبتنا الآن أن ليلة القدر ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكاد تبلغ مبلغ التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هنالك مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس حديثا واحدا ولا حديثين ولا 3، ولكن جملة من الأحاديث تكاد تبلغ كما ذكرت عند المحدثين على الأقل. فقد وردت هذه الليلة عن أبي هريرة، ووردت عن ابن عباس، يعني أحاديث واردة، قصدي أحاديث وردت عن ابن عباس، وردت عن أبي هريرة، وردت عن عبد الله بن عمر، وردت عن عائشة رضي الله عنها، ورد عن أبي بن كعب، وردت كذلك عن عباد بن الصامت، ورد عن أبي سعيد الخدري. على كل هنالك مجموعة من الأحاديث، يعني يصعب أن هؤلاء جميعا يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون في مقال يكون هنالك نظر في روايتهم أو عدم ثبوت لها. واضح جدا أن هذه الروايات، وخصوصا أنها روايات ثابتة
في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وكل هؤلاء الذين ذكرتهم ليس فيهم تقريبا أحاديث يشار إليه بالضعف، معظم من ذكرناهم أوردوا أحاديث صحيحة، بعضها يعني في الصحيحين. فالشاهد أنها إذن ثابتة في كتاب الله وثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك فإن الأمة تلقت هذه الأحاديث وهذه الآيات بالقبول وآمنت بذلك، وتشكل الإجماع، تشكل إجماع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على وجود هذه الليلة المباركة، بغض النظر عن أن هذه الليلة في ياتي يوم بالتحديد في رمضان، لكن مؤكد أن هنالك ليلة تسمى ليلة القدر. وبالتالي هذه الليلة ليس صحيحا من ذهب من المفسرين لبعض الروايات عن عكرمة وغيره عن أن هذه الليلة المراد بها إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة النصف من شعبان. يعني ذهب البعض إلى أن يقول بأن هذه هي ليلة النصف من شعبان، وهذا يناقض صريح القرآن في أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن في رمضان، وهذا الرمضان الذي ذكره الله فيه ليلة محددة هي الليلة المباركة. هذه الليلة المباركة مفصلة كذلك باعتبار يفسر القرآن بعضه بعضا، تسمى ليلة القدر. إذا نحن أمام ثبوت ليلة هي في شهر رمضان، في هذا الشهر المبارك. هذا من حيث ثبوت هذه الليلة وأنها ثابتة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف هذه الأمة وإجماع أصحاب النبي وإجماع الذين جاءوا من بعده. وإلى يومنا هذا الأمة متلقية هذا الأمر بالقبول وتنتظر في كل رمضان هذه الليلة. إذن هنالك مستند شرعي لهذه الليلة. نأتي إلى فضل هذه الليلة وخيرية هذه الليلة. يعني إذا كانت هي بهذا الثبوت وأنها فعلا الله سبحانه وتعالى اختصها بأن يعني تكون بهذا الشكل وأنها في هذا الشهر المبارك، نأتي إلى فضل هذه الليلة. هنالك جملة على كل من الأفضال التي اختص الله سبحانه وتعالى بها هذه الليلة. فأول شيء سماها الله سبحانه وتعالى ليلة القدر. وعندما نقول بأن فلان صاحب قدر أو الشيء الفلاني له قدر عظيم، فهي إشارة إلى المكانة وإلى المنزلة وإلى الشرف وإلى الرفعة وإلى العظمة. فهي على كل ليلة توصف بكل هذه الأوصاف. فهي ليلة القدر، ليلة القدر شامل لكل أشكال القدر الذي يكون قدرا عظيما وقدرا كبيرا وقدرا يعني شريفا وتكريم من الله سبحانه وتعالى. فأول شيء هي تقريبا من الليالي الشريفة والفاضلة والكريمة والعظيمة والتي يكون فيها الرفعة والمقام العظيم. ولو لم تكن كذلك ما كان الله سبحانه وتعالى لينزل فيها كتابه ويجعل هذه الليلة مكانا لنزول القرآن أو زمانا لنزول القرآن الكريم. فاختص الله سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختص الله سبحانه وتعالى هذه الليلة بأول خاصية، وهو خاصية نزول القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة حاميم والكتاب المبين. فأقسم الله بالكتاب المبين على الكتاب نفسه، أقسم بالقرآن على القرآن جل جلاله. فيقول أنزلناه في ليلة مباركة. وهنا طبعا للمفسرين أقوال فيما يتعلق بالنزول وطبيعة هذا النزول. فهنالك على كل لا يخرج الأمر من رأيين. الرأي الأول هو الذي يقول بأن نزول القرآن الكريم المقصود به ابتداء نزول هذا القرآن في هذه الليلة، ابتداء النزول، وليس كل القرآن نزل في هذه الليلة. القول الثاني وهو قول ابن عباس عليه رحمة الله ورضي الله عنه، هو الذي يقول بأن الكتاب أنزل أو القرآن أنزل إلى السماء الدنيا جملة ثم نزل منجما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر المرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إليكم بعد قليل فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صام وقام وطاف بالبيت الحرام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات،
فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. مشاهدون الأعزاء، نواصل فيما كنا نتحدث فيه عن ليلة القدر، وذكرنا بأنها هي هدية الله سبحانه وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الهدية علينا أن نتلقاها بالقبول وأن نسعى لها وأن نحرص عليها. وكنت أتكلم في مسألة فضل هذه الليلة المباركة، وهي ليلة القدر، ليلة الشرف والمكانة والرفعة والعظمة، وأن من عظمتها اختصها الله سبحانه وتعالى بأن تكون زمانا لنزول الكتاب العزيز. وذكرت بأن مسألة النزول المراد منها إما أنه بداية النزول، وأن يتلازم النزول المباشر من اللوح المحفوظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هنالك منزلة وسط في هذه. وهنالك من يقول، ومنه عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، بأن هنالك إنزال إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك. وعلى كل بعض العلماء رجح القول الأول أن هي بداية النزول للقرآن الكريم، وليس هنالك دليلا واضحا قويا على الأقل ما عدا رأي ابن عباس، وقد يكون هو اجتهاد منه على الأقل في فهم النص، وقد يكون مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هنالك دليل قاطع على الأقل نجزم به في مسألة أن الأمر نزل إلى السماء الدنيا أولا ثم نزل بعد ذلك. فبعض العلماء على كل رجحوا بأن المراد الله سبحانه وتعالى أنزل هذا، بداية إنزال القرآن الكريم كانت في شهر رمضان، بداية إنزاله، أي قول الله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. كان ذلك نزول القرآن بداية، وأطلق الله سبحانه وتعالى على هذه البداية بما أن الباقي كله بقدر الله سيكون يعني يتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلق هذا، أطلق الكل وأراد به البداية. وقد يكون ذلك على كل، وقد يكون الرأي الآخر أيضا الذي قاله عبد الله بن عباس وارد. فنحن الآن أمام أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الليلة من فضلها أنها زمانا لنزول كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا شك هذا من أعظم الأفضال أن يختص الله سبحانه وتعالى هذه الليلة بأن يجعلها زمانا لنزول كتابه. الأمر الثاني في هذه الليلة، أشار الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلوناها سابقا أنها أيضا زمانا لنزول ملائكته. هذه الليلة يتنزل فيها الملائكة، ويتنزل فيها على وجه التحديد جبريل عليه السلام.
تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها. فإذا الروح هو جبريل عليه السلام، والملائكة هم سائر الملائكة يتنزلون على هذه الليلة المباركة، حتى أنه قيل بأن هذه الليلة لكثرة ما يكون فيها من الملائكة تضيق الأرض بهم، يعني حتى من كثرتهم واحتشادهم وحضورهم فإن الملائكة تضيق بهم. وهنا أخذوا معنى التقدير، معنى التقدير ليلة القدر فيها التقدير في المقادير، وفيها كذلك أنها تضيق بالملائكة، فهذا على كل اشتقاق الاسم يمكن أن يكون لكثرة ما فيها من الملائكة وضيق الأرض بهم، فوارد. على كل فيها نزول الملائكة، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والملائكة تتنزل، هذه معروف طبعا، ملائكة الرحمة يتنزلون ويبحثون عن مواطن الذكر، فإذا وجدوا مكانا فيه تلاوة للقرآن، مكانا فيه لذكر الله سبحانه، فهم يحضرونه ويكونون متواجدين. ولكن في هذه الليلة تتنزل الملائكة بشكل كبير، وهي أيضا سماها الله سبحانه وتعالى ومن أفضالها أنها ليلة سلام. فالسلام أول اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والسلام كذلك هو نقيض كل الشرور ونقيض الأذى ونقيض الحرب ونقيض الأذى النفسي المادي والمعنوي. فالله سبحانه وتعالى هذه الليلة سماها ليلة سلام. وقد تكون كذلك ليلة سلام أي أن الله سبحانه وتعالى يبث سلامه لعباده في الأرض، مثل ما كان يحدث ذلك عن جبريل مثلا يحمل سلام الله سبحانه وتعالى، سلام السماء لخديجة رضي الله عنها، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ خديجة مني السلام وأبلغها أن الله بنى لها قصرا. وكان يحمل سلام الله إليها أن الله يسلم على خديجة. فربما أيضا هذه الليلة أن الله يسلم على أهل الأرض، وأن هذه الليلة ليلة سلام، وأن الله من أسمائه السلام. والشعار طبعا هو شعار السلام، هو شعار الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالشاهد أن هذه الليلة من أفضالها أيضا أنها ليلة سلام. وهنا يجب أيضا أن تكون عمليا عند البشر، يجب أن تكون ليلة سلام، وأن يتحرى الناس فيها السلم، وأن يبثوا فيما بينهم السلم، وأن يتجنبوا كل ما يؤدي إلى الفساد في الأرض والاقتتال فيها. وكأنما عندما يقول الله هذه أريدها ليلة سلام، أريدها ليلة وئام، أريدها ليلة حب. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول لك هذه ليلة سلام، فكن أنت أيضا عايش هذا السلام، وعش مع هذا الكون الفسيح في سلام، وعش مع من حولك من البشر في سلام، فهي على كل ليلة سلام. أيضا من أفضال هذه الليلة أن الله سبحانه وتعالى جعلها ليلة المقادير. فنحن نعلم مثلا بأن الله سبحانه وتعالى جعل اللوح المحفوظ هو الكتاب الكوني الذي فيه الخطة الكونية من بداية خلق السماوات والأرض إلى نهاية هذا الكون، فيه الخطة الإلهية الكونية، كتب الله فيه ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فهو عبارة عن الخطة الكونية الإلهية. هذا اللوح المحفوظ تتنزل منه خطة سنوية إلى عالم الملائكة، من عالم اللوح المحفوظ تتنزل إلى الملائكة في المستوى الثاني، بحيث على الأقل يدركون، وهنا يتكشف ما كان غائبا عنه، يتكشف هنا للملائكة، فما كان محجوبا وغيبا في اللوح المحفوظ يعتبر بالنسبة لعالم الملائكة الآن عالم شهود، وبالنسبة لنا نحن يعتبر عالم غيب لأنه لم يتنزل علينا. فهنا من اللوح المحفوظ ينتقل المقادير كخطة سنوية من الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، وتنزل بعد ذلك للملائكة كل في اختصاصه، فمقادير الأرزاق، مقادير الأعمار، مقادير الوعود، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فكل وعود الله سبحانه وتعالى تتنزل في هذه الليلة المباركة وكأقدار. يبقى بعد ذلك البشر في هذه الليلة وهم يدعون الله سبحانه وتعالى بالأدعية. أيضا ستكون هذه الأدعية والأذكار والقيام والأعمال الصالحة يكون لها تأثير في أقدار الله سبحانه وتعالى كما هو معروف. على كلنا الشاهد أنها هي ليلة المقادير، ليلة الأرزاق، ليلة يعني كتابة كل ما أراده الله خلال العام لأهل الأرض. وهنا علينا أن نستجلب ونستمطر رحمة الله وفضل الله وما في خزائن الله سبحانه وتعالى من خير، وأن ندعو كذلك بأن يصرف الله سبحانه وتعالى عنا السوء. وهنا طبعا ما بين القدر والدعاء هنالك الكثير مما يمكن أن يقال، لأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. الله عز وجل نعم كتب كتابه
كتب أقداره، ولكن جعل هنالك أوامره الشرعية مؤثرة في أقداره الكونية. وهذه مسألة مهمة جدا في التصور الإيماني. فمثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ومنها قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ومنعوا القطرة من السماء. يعني كأنما الزكاة الشرعية حكم شرعي إذا لم يؤدها الناس امتنع عنهم قدر الله في إنزال الأمطار، ولولا البهائم لم يمطروا. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. فانظر كيف أن حاكمية الشريعة والتزام الناس بها يجعل ذلك أيضا من العواصم التي تعصم الناس من أن يتسلط عليهم ولاة الأمر، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط لنا ما بين أقدار الله الكونية وأقداره الشرعية. فأنت هنا في هذه الليلة تتنزل أقداره، وأنت هنا تصعد أعمال هذا الإنسان وأدعيته وسؤاله وطلبه. فأنت في هذه الليلة كأنما تريد أن تستقبل أقدار الله الجميلة وأقداره الطيبة وأقداره الخيرة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة، أنه جعلها ليلة المقادير. سماها الله سبحانه وتعالى أيضا ليلة مباركة. والبركة هو عملية الزيادة وعملية النماء. والبركة طبعا ستشمل كل شيء، يعني لا تستطيع أن تقول بركة في الأعمار، وبركة في الآجال، وبركة في الأرزاق، بركة في الأبناء، بركة في الصحة، بركة في كل ما تريد، بركة في العلم، بركة في العمل. هي ليلة مباركة. فمن استطاع أن يكون فيها في هذه الليلة مستحضرا وخاليا بينه وبين ربه ويدعو الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه ستدركه هذه الرحمة وهذه البركة. ولكن من تفرعات هذه البركة أيضا ومن فضلها، وهو الشيء الأخير في فضل هذه الليلة إن شاء الله اختصر فيه، هو خيرية هذه الليلة في أن جعلها الله سبحانه وتعالى العبادة فيها والعمل فيها خير من 1000 شهر فيما سواها. يعني انظر سبحان الله، 83 و4 أشهر، 83 سنة و4 أشهر، لما تقسم 1000 شهر على 12 بتجيك هذه كأنما من أدرك هذه الليلة وفر على نفسه عمرا كاملا. فكيف بمن أدركها 10 سنوات؟ كيف بمن أدركها 20 عاما؟ وهذا من فضل الله ومنه على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعمار أمة النبي قصيرة، فاختصها الله سبحانه وتعالى بهذه الأفضال العظيمة للطيبين والصالحين والخيرين منها، الذين يقبلون في هذه العشر الأواخر على تلمس هذه الليلة المباركة. جعلها الله سبحانه وتعالى بهذا الحجم، بحيث إذا كان قوم نوح مثلا كانوا يعيش الواحد من 1000 سنة إلا 50 عاما، أو عاشوا 1000 وزيادة مثلا، فإن أمة النبي تدرك ذلك من خلال هذه الأفضال وهذا التسابق وهذه المنافسة. والله سبحانه وتعالى جعلها كذلك هذه الليلة كما قال الله سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العمل فيها خير من 1000 شهر، العبادة فيها خير من 1000 شهر، الصلاة، الصيام، الذكر خير من 1000 شهر فيما سوى هذه الليلة المباركة. نأتي بعد ذلك إلى هل هذه الليلة لها وقت محدد نستطيع أن نقول والله هي في اليوم الفلاني؟ لأن هنالك الكثير حقيقة ممن يجزم ويقول بأنها مثلا هي ليلة 27 أو هي ليلة 21 أو ليلة 23. فما هو القول الصحيح والمعتمد على الأقل في هذه المسألة؟ أولا نقول من خلال وقوفنا على النصوص الشرعية، وقوفنا على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأقوال الواردة كذلك عنه وعن أصحابه رضوان الله عليهم، من الصعب جدا أن نجزم بأنها في يوم محدد، من الصعب. نكاد نقول بأن معظم هذه الأحاديث تكاد تتفق، أقوال الصحابة، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تكاد تتفق أنها في العشر الأواخر. هذا ما فيه إشكال، هي في العشر الأواخر، ونحن الآن دخلنا هذه العشر، بمعنى نحن الآن في ساحة العشر الأواخر، نتلمس بإذن الله سبحانه وتعالى من اليوم الأول، من يوم 20 نحن نتلمس ليلة القدر إلى يوم 30. إذن هي من حيث الزمان زمانها محصور ما بين 20 إلى 30 إجمالا، هذا لا خلاف فيه، إن هي من يوم 20 إلى يوم 30. ولكن في هذه الأيام من يوم 20 إلى يوم 30 يمكن أن نقول بأن هنالك روايات عديدة، كل واحد من الصحابة روى رواية معينة، بعضها اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم، وبعضها ربما نقل وفهم لما فهموه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأهم من ذلك وهو الذي أريد أن أشير إليه، أن الله سبحانه وتعالى
أخفى لحكمة يعلمها الله، أخفى تحديد هذا اليوم بيوم محدد وبساعة محددة أو بليلة محددة، أخفاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إنما كانت ليلة أريتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، يعني بات في ليلة من الليالي ورأى ليلة القدر، وأراد أن يخرج لأصحابه عليه الصلاة والسلام ليخبرهم بأن هذه الليلة هي اليوم الفلاني أو الليلة الفلانية، ولكن يقول اختصم رجلان أو يحتقان، قام رجلان يحتقان أي يختصمان، ومعهما الشيطان، يعني خصومتهما حضرها الشيطان، فقال أنسيت الليلة، وكأنه ما كانت في نفس الليلة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هي مرت الليلة، ولكن بعد ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت في ليلة ممطرة. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم في ذات الأيام رجعوا إلى هذه الليلة التي كانت ممطرة، وأحد الصحابة لعله أبو سعيد الخدري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الفلاني وفي الليلة كانت ممطرة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وعلى أنفه الطين، هذه الليلة يقول هي ليلة كذا. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حددها لهم وقال أنسيتها. وحكمة الله سبحانه وتعالى في الإخفاء هذه عظيمة جدا، يعني كثير ما نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لحكمة أخفى أشياء عظيمة، فأخفى عنا يوم القيامة كيوم عظيم، وأخفى عنا آجالنا كأجل من الآجال كل واحد. لو قيل له إن والله أجلك بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعد 10 أيام ماذا يكون المصير؟ لو قيل لشخص بأن اليوم القيامة هي بعد كذا سنة، فالله سبحانه وتعالى أخفى كثير من الأمور حتى نكون نحن نعمل بجد واجتهاد في كل أيام حياتنا، ولا ننتظر فقط اللحظة الزمنية المحددة التي حددت، وهذا من مقتضيات وسر أسرار العبودية لله سبحانه وتعالى. نطلع فاصل إن شاء الله ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام، طوبى لمن صام وقام وطاف بالبيت الحرام. تستمعون الآن إلى برنامج معا ننهض مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدون الأعزاء، مستمعون الكرام، نواصل في مسألة توقيت ليلة القدر. وذكرنا قبل الفاصل بأن هذه الليلة كل النصوص تتضافر أنها في العشر الأواخر، وليس هنالك إشكال في ذلك، وأن الحادبين على إدراك هذه الليلة فإنهم يحرصون على القيام وعلى الحرص التام في هذه الليلة منذ صلاة المغرب منذ لحظة مغيب الشمس إلى طلوع الفجر. هذا التوقيت كله هو ساحة إن شاء الله لمسألة التوقيت لهذه الليلة وإدراكها. فقد تدركها في أول الليلة، قد تدركها أوسط الليالي هذه الليلة، أو تدركها في نهايات الليلة. على كل لا بد أن تحرص ولو استطعت أن تقسم الأوقات أيضا بحيث يكون لك نصيب في أولها وفي أوسطها وفي آخرها. هذا أيضا كله جيد. خلال العشرة أيام لو أن شخص واظب على أن يكون له نصيب من هذه الليالي العشر فإنه بلا شك سيكون إن شاء الله أدرك بلا خلاف هذه الليلة المباركة. لكن كنت أتكلم عن قضية حكمة الله سبحانه وتعالى في الإخفاء، فذكرت أن الله سبحانه وتعالى تركيزه على أن نعمل وأن نجتهد وأن نسعى وأن نسابق وأن نبادر، أن هذه كلها في أعمال الخير. سابقوا، بادروا، نافسوا، سابقوا، كلها تدل على المبادرة والسباق، وهي ساحة الكل يجب أن يعمل فيها. فالله سبحانه وتعالى يخفي هذه الأمور. أخفى آجالنا لنعمل، أخفى يوم القيامة لنعمل، أخفى ليلة القدر لنعمل، أخفى عنا يوم الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ساعة إجابة، أيضا أخفاها النبي صلى الله عليه وسلم، أخفاها الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن نعمل. في الصائم يقول للصائم دعوة، أخفاها في أي توقيت، صباح، نهار، مساء، عند الإفطار، المهم لك دعوة في اليوم. فالشاهد أنك لا بد أن تحرص ولا تركز على قضية إنه والله تريد التوقيت بالتحديد حتى تستطيع أن وهنا يتساوى بطبيعة الحال المجد مع المقصر. لما تقبل والله هي واضحة وهي اليوم الفلاني يتجمع الناس كلهم المقصر والمجتهد، ولكن لما يخفيها الله سبحانه وتعالى فإن المجتهدين لهم نصيب، ولكل مجتهد بلا شك في هذه الأيام إن شاء الله نصيب وافر. لكن لو أردنا أن نقول بأن والله ما هي الأكثر احتمالية، ما هي الأيام الأكثر احتمالا، نلاحظ هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفاوتت أقوالهم. فهنالك من اعتبر أن هذه الليلة وهي مجموعة نصوص، النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر، ثم قال التمسوها في الوتر، التمسوها في أيام الوتر، ثم قال التمسوها في السبع الأواخر. ثم وردت روايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن منهم من كان يراها ليلة 21، ومنهم من كان يراها ليلة 23، ومنهم من كان يعتبرها هي ليلة 25، ومنهم من كان يشدد على أنها هي ليلة 27، وهي رأي الجمهور. طبعا الآن ربما التيار السائد الآن أو الوجهة السائدة عند الناس هي ليلة 27. لماذا؟ لأن هذه الليلة جزم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، معاوية بن أبي سفيان، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجزمون بأن هذه الليلة هي ليلة 27. وكذلك بعض من التابعين كانوا، بل بعضهم كان يقسم عليها، منهم أبي بن كعب قال إني لا أعلم متى هذه الليلة هي ليلة 27. إذا مجموعة من كبار الصحابة، عمر بن الخطاب، حذيفة بن اليمان، معاوية، كذلك أبي بن كعب، هؤلاء من أصحاب النبي يرونها مثلا ليلة 27. فالشاهد أن هنالك نصوص تقول لنا التمسوها في العشر، وهنالك نصوص تقول لنا والله ركزوا في أيام الوتر، كأنما من فاتته كل العشر أو لا يستطيع أن يلتمس كل العشر عليه التماسها في الأيام الوتر. وهنالك روايات تركز في الأيام الشفعية، أيام غير الوترية، الأيام التي مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه يقول التمسوها في 9 والسابع والخامس. فسئل الصحابي ماذا تعني بالتاسع؟ قال إذا كانت ليلة 21، إذا كانت ليلة 21 فإنه يكون بقي بعد ذلك من رمضان 9 أيام، فمعنى ذلك الليلة أنت ستقومها ليلة 22 و24 و26 و28. ولو اعتبرت بقينا من ما بقي من الليالي ستحسب من 30، كم بقي؟ 30 28 26 وهكذا. هنا سنلاحظ بأن عندما يكون الشهر 30 يوم سنلاحظ أن الأيام كلها تكون وترية، كل الأيام ستكون بنص الحديث أنها أيام وترية. وعندما يكون الشهر 29 فإن الأيام الوترية هي 21 23 25. فنحن نقول من استطاع أن يلتمسها في العشر كلها فليفعل،
ما استطاع أن يلتمسها في العشر يلتمسها في الأيام الوترية، في الليالي الوترية. ما استطاع أن يلتمسها في الليالي الوترية بحيث كل الأيام الوترية يكون قائم، يلتمسها في السبعة الأيام الأخيرة من شهر رمضان، يعني وهي متبقية لنا الآن إن شاء الله، متبقية السبعة الأخيرة هذه متبقية فيها لسه قدامنا. ما استطاع هذه عليه أن يلتمس هذه الليلة مثلا في ليلة 27، وهي قول أيضا للجمهور ومعتبر جدا، فيمكن للإنسان أن يلتمسها. وهنا طبعا لطيفة يستند إليها الذين يذهبون إلى أن يعني هي ليلة 27، وهو عندما تحسب كلمات ومفردات إنا أنزلناه في ليلة القدر، تحسب إنا أنزلناه في ليلة، لما تصل إلى هي كلمة هي ستجد أنها هي الكلمة 27. فبعضهم قال والله كلمة هي هذه فيها إشارة رمزية إلى أن الله سبحانه وتعالى، لكن هنا طبعا لا نستطيع أن نجزم، فهي قد تكون مؤشر، قد تكون دلالة من الدلالات، ولكن لا نستطيع أن نجزم حتما بأن هذه فيها هذا اليوم. أيضا كثرت هذه الروايات وروايات الصحابة في الأيام. هنالك رأى أيضا طرح من بعض العلماء وله وجاهته ويمكن أن يكون أيضا من الآراء المعتبرة، وهو أن الليلة ربما تتنقل في الأعوام، كل سنة تنتقل. هذه السنة إذا كانت 21، السنة اللي بعدها قد لا تكون 21، قد تقبل 23 24 وهكذا. فمنهم من قال أنها أيضا تتنقل لمزيد من الإخفاء، حتى الكل يعمل في هذه 10 أيام، لا نقول نراهن فقط على الأيام الوترية، ولكن علينا أن نجتهد. فالشاهد من كل هذه الروايات، الخلاصة التي نخلص بها أننا تعبدنا الله في هذه 10 الأواخر أن نتلمس هذه الليلة وأن نحرص عليها، سواء في الأيام الوترية أو الأيام غير الوترية. وبالتالي هذا مما يحضنا ويحثنا ويجعلنا نجتهد ونسعى في كل هذه الليالي حتى لا تفوتنا إن شاء الله، حتى لو تنقلت، وهذا وارد. وسبحان الله كنت أيضا أقول من حكمة الله في الإخفاء. انظروا الآن، هنالك مثلا في ديار المسلمين من صام قبل الآخرين، صام بعضهم مثلا صام اليوم، نحن مثلا إذا كنا اليوم 21 فأهل السودان مثلا اليوم 20، فبالنسبة لهم هم ليلتهم مثلا، نحن ليلتنا بالأمس يعني ليلة الأمس كانت بالنسبة لنا ليلة 21، هم بالنسبة لهم اليوم ليلة 21. فانظر حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الإخفاء الذي حجبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه هو أن الناس منهم من يقول ليلة اليوم وترية وليلة الآخرين زوجية وهكذا. فالشاهد أن حكمة الله في الإخفاء نلمسها سبحان الله في حركتنا اليومية، في تعبدنا. اختلاف الناس الآن في الصيام يجعل بطبيعة الحال أيضا اختلاف كذلك في التحديد. ختاما نقول الأعمال إن شاء الله المطلوبة في هذه الليلة المباركة، أول شيء قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتلاوة القرآن في هذه الليلة المباركة، الإكثار من الدعاء في هذه الليلة المباركة، الإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتمجيد لله. وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل إذا يعني شعرت أو أحست بليلة القدر، فعلمها النبي ذكرا تقوله أو دعاء تقوله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا عفى الله عنك رزقك، وإذا عفى الله عنك رحمك، وإذا عفى الله عنك آتاك العافية، والصلاح والهدى والتقى وكل شيء إذا عفى الله عنك. فالتمس أنت رضا الله وعفو الله في هذه الليلة، ويأتيك بعد ذلك كل إن شاء الله الفيوضات الإلهية. أيضا هذه الليلة نحتاج فيها الصدقات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في سائر عامه، ولكن أجود ما يكون في رمضان، وأجود ما يكون في العشر الأواخر عندما يأتيه جبريل عليه السلام يراجعه في القرآن. فالصدقات، وخاصة نحن في زمان كورونا هذا نحتاج أن نتلمس إن شاء الله حاجات الفقراء وحاجات المساكين، وكذلك التسامح والعفو لبعضنا البعض، وعيادة المرضى، وتفقد المحتاجين، تفقد الأيتام. وخلاصة إن شاء الله هذه المسألة أريد أن أقول بأن هذه الأعمال أو هذه الأيام إن شاء الله هي أيام سباق. ويحضرني في ذلك قصة خالد الوراق عندما كانت له جارية ويجدها يوميا تبكي بالليل وهي تعبد الله، ومع ذلك تبكي، فيقول لها ما بك، فإن الله لطيف، إن الله رحيم، إن الله غفور. فقالت هذه الجارية والله إني لأثق في الله وأؤمل فيما عنده، ولو وضعت هذه الآمال وهذه الثقة في الجبال
لما استطاعت أن تحتملها، ولكن من لي بحسرة السباق؟ قال لها: وما حسرة السباق؟ قال: غداة الحشر. غداة الحشر إذا شمر الناس إلى السباق نحو الصراط، يوم يتسابق الناس ومشمرين نحو الصراط. فهنا تصورت هذه الجارية هذا اليوم العظيم وسباق الناس فيه، ونعرف نحن دائما في كل منافسة هنالك حسرات، غلبة اللحظات الأخيرة والجون الأخير كما نقول نحن في عالم الرياضة. فهنا نلاحظ هي تشكو من حسرة السباق، لا تخاف أنها ستدخل الجنة برحمة الله وكل شيء، ولكنها تقول: من لي بحسرة السباق؟ قال: غداة الحشر إذا شمر المشمرون إلى الصراط وتسابق الناس إلى الصراط، فوالله ما سبق مقصر مجدا ولو حبى المجدون حبوا. فإننا إن شاء الله في هذه الأيام علينا أن نجتهد وندرك أن السابقين هم الذين يجتهدون وأن المقصرين بلا شك ستكون لهم حسرات. نعوذ بالله من حسرات هذه الأيام، ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.